السلام عليكم أعزائنا متابعينا الكرام في بيب الشرق الأوسط. صار لنا فترة طويلة ما أرسلنا فيديو مباشر من البيبة، لكن هذا ما يعني بأنه احنا جامدين خلف الكواليس. عندنا أعمال، تطلعات، وعود كثيرة قدمناها لكم. حققنا أكثر من ما وعدنا، ولله الحمد والمنة. واليوم بعد 3 سنوات بالتمام والكمال في أكتوبر شهر 10 2017 أرسلنا أو بثينا الفيديو عن أفضل طير في تاريخ بلجيكا اللي هو البيست كتل، ووعدناكم بأنه يكون نظرتنا به أنه راح يكون من أفضل طيور الإنتاج. وشكرنا آنذاك الأخوان اللي خلوا ثقتهم بينا وحجزوا من البيست كتل، واليوم احنا راح نثبت أكثر وأكثر. افتح لي الباب يا توماس. هلا توماس، السلام عليكم. What we have today, Thomas? This is a Beskittel. Big news that we were hoping for it, of course, to be top classified with the son of him, of Beskittel. So last year. Okay. طبعا يقول خليت الخبر هو ينقل لكم اياه. توماس هذا هو طبعا البيست كتل. يقول احنا كنا متأملين بانه واحد من ابنائه ان يحققون مركز متقدم بالناشونال ايس بيجن. So yes, last year in January, every year we give Daniel the whole Dummelse some pigeons to race with, 4, 5, 6. كل سنة ننطي المتسابق البطل دانيال ديهون مجموعة من الطيور من إنتاجنا يسابق بيها. So also last year we give him I think 5, mainly cocks. We try to see if it's cocks or hen, mainly cocks, and this is one of them. And this one raced this year, of course, as a yearling, and had 9 opportunities to race. Not this one, his son. Sorry, his son. Sorry, I'm confused. So his son got 9 opportunities to race this year. There was a short old bird season, and he won 6 times in the best 1% and 3 first. So and with that results, we were hoping to be among the top 3, top 5 national ace pigeons, and maybe first. And today was confirmation that it was first. مثل ما قلت لكم ننتج مجموعة من الأبناء، أبناء البيست كتل، ونوديها عند البطل دانيال ديهون يسابق بها. والعام الماضي سلمنا مجموعة، والسنة سابق بها بأعمار السنة، لأنه هو يسابق أكثر شيء أعمار السنة. وواحد من أبناء البيست كتل من موسم السنة، تعرفون بسبب كورونا موسم قصير 9 سباقات فقط، حقق ابن مباشر له 6 سباقات بالمقدمة بال1%، و3 من عدها المركز الأول. فهذا ابن مباشر للبيست كتل اللي حقق هاي النتائج. طبعا هذا هو البيست نفسه. البطل خلف هذا Mark is the one who bred the new ace pigeon, so the name will be Beskittel too, and Mark bred it. And Mark does everything related to the pigeons, the pairings, and he's really, really good. So he also made the pairing for the Beskittel too. مارك هو مدير اللوفت مال البيبا بريدنج، وهو المسؤول عن كل الانتاج اللي يصير والتراكيب. فهو المنتج للبيست كتل 2 اللي سميناه بيست كتل 2 اللي هو ابن البيست كتل. توماس قال بالنتائج اللي حققها ال6 كنا نتمنى أن يكون بال3 الأوائل على مستوى بلجيكا أو ال5 الأوائل، بس اليوم طلعت النتيجة وتأكدنا بأنه رسميا الأول ناشونال ايس بيجن. Can you show us the coefficient of the first and second, the big spring? 1, 2, Yeah. 3 was راح أشوفكم النسبة المئوية اللي حققها البيست كتل 2 ومقارنة بالطير الثاني على مستوى بلجيكا. هنا
تشوفون أحبابي، هذا المركز الأول، هو هذا دانيال ديون. شو محقق؟ So 4 means 4 is bread our ring and East Flanders. هذا حجل البيبا مثل ما تعرفونه. They know that all. وخمس سباقات. بالنسبة للمئوية مالته 1.3. So this year he only والثاني needed 5 prizes. Normally 6, but because of Corona and a shorter season, they changed the rules to make it 5 top prizes. طبعا هو يحتاج 6 سباقات بالمتعارف عليه بالقانون، لكن بسبب الموسم القصير بسبب كورونا اختصروها على 5 فقط، لأن أصلا ما سابقت هواي سباقات. بس راح حبيت أشوفكم الفرق بين المركز الأول على مستوى بلجيكا 1.3 و2.1 المركز الثاني. طفرة جدا كبيرة، يعني عادة الكسورة هنا تصير بين الأول والثاني والثالث، لكن أول وأفضل طير على بلجيكا بجدارة. If you take the move now. Here, please. Okay. بهاي الوقفة نفسها قبل 3 سنوات أعلنت عن البيسكتل وعن نتائج البيسكتل، وإن شاء الله راح أعيد لكم الفيديو حتى ترجعون تشوفونه وتقارنون كلامنا. بهاي ال3 سنوات حقق البيسكتل ابنه اللي هو جونيور ثاني ناشونال ايس بيجن كي بي دي بي، وايضا حقق 5 اولمبيات. وفي عام 2020 ابنه المباشر الثاني حقق الاول ناشونال ايس بيجن كي بي دي بي. وحاليا البيسكتل بهاي 3 سنوات هو اب مباشر وجد مباشر لاكثر من 50 مركز اول هاي السنوات القصيره. more than 50 first surprise winners between children and grandchildren. Yes. Not so many children raced, so junior and the new son, but mostly grandchildren raced. اكثر اللي سابقوا هم احفاد. تعرفون حجوزات هواي عندنا حول العالم. In about 14 or 15 different lofts listed, so in many different lofts in the countries. بين 14 إلى 15 لفت مختلفة في بلدان مختلفة، في بولونيا، في ألمانيا، في هولندا، بلجيكا، بريطانيا. وبالحقيقة احنا ما عندنا كل الأعداد، هي الأعداد أكثر. I think I say actually we don't have the correct number because it's we say almost at least more. 50. Yeah. اللي قدرنا نحسبها وصلنا 50، فلذلك كاتبين أقل تقدير هو 50 مركز أول. هذا هو البطل، وقليل من أبنائه طبعا اللي سابقوا. لكن والجدير بالذكر أيضا النتائج اللي حققوها أحفاده على دماء مختلفة جدا. يعني بعض الإخوان أشكلوا شوية عليه، يقول ليش تكتب حفيد البيسكت، ليش ما تكتب حفيد الطرف الآخر. أنا مو غايتي أريد أعلن لطرف دون طرف آخر، لكن من سنوات إحنا وعدنا بأنه هذا الطير راح يتميز بالإنتاج، وإن شاء الله تعالى السنوات القادمة راح أجدد الوعد لكم، راح يكون من أفضل طيور السباق والإنتاج في بلجيكا إن شاء الله تعالى إذا كنا من الحياة. فالدليل بأنه لما نذكر حفيد البسكتل لأن أحفاد مع تراكيب مختلفة جدا 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 هو حقق المركز الأول. فهذا فيديو قصير لكم، وأشكركم ونودعكم على خير إن شاء الله. نلتقيكم فيديوهات أخرى أجمل، نتائج أفضل من البيبا بريدنج إن شاء الله تعالى. راح أنتم تجمعون لنا النتائج وأنتم تبلغونا شنو قدمت هاي الطيور عندكم، ونسأل الله لكم كل التوفيق. وختاما قبل تحياتي مرتضى الشريف وتوماس خسل بريخت من البيبا، والسلام عليكم ورحمة الله.